عمرك شفت شاشة تابلت مش بتعكس الإضاءة؟ ولا هتشوف إلا لما تجرب الهواوي ميت باد 11.5 الجديد البيبر ميت اديشن. شاشة 11.5 بوصة بتردد 120 هرتز وبخاصية البيبر ميت الجديدة واللي بتخليها مش بتعكس الإضاءة المحيطة خالص، وبتديك ملمس الورق وانت بتكتب أو بترسم عليها، وحتى بتديك نفس صوت القلم وهو بيكتب على الورقة. وبمناسبة القلم فالإم بن لايت بيخليك حاسس إنك ماسك قلم بجد، ملمسه والديزاين بتاعه حتى الكليب اللي موجود فيه، عشان لو بتحب شكل الاقلام الكلاسيك ولا حاجه. ولو بتحب اللابتوبس اكتر من التابلتس فعندك هواوي سمارت كيبورد اللي بتشتغل ككفر عشان يحمي التابلت، وبتشتغل كمان ككيبورد تقدر توصلها بكل بساطه عن طريق المغناطيس، وهوب بقى عندك لابتوب في ايدك. ومع البطاريه ال 7700 ملي امبير واربع سماعات سبيكر هتاخد تجربه مشاهده للفيديوهات خرافيه ولمده 10 ساعات متواصله تقريبا. ولو انت مشغول قوي يعني ولازم تشتغل على اكتر من حاجه في نفس ذات الوقت فخاصيه الفلوتنج مالتي ويندو هتخليك تفتح صفحتين مع بعض في نفس الوقت. ده غير ان التابلت فيه سوفت وير ال WPS اللي تقدر تعتبره بديل لمايكروسوفت. عندك برنامج زي الوورد تقدر تكتب عليه، وبرنامج تاني زي الباوربوينت عشان تعمل برزنتيشنز، وPDF وغير كده كتير. فلو بتفكر في تابلت شيك عملي وما تدفعش فيه فلوسك كلها، هواوي ميت باد 11.5 البيبر ميت اديشن مش محتاج اقول لك انه اكيد اختيار ليه لازمه ويستحق اللايك.